بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج شخصيات وعبر. فكرة هذا البرنامج تدور حول شخصيات عظيمة من أعظم الشخصيات في تاريخ هذه الأمة العظيمة، خير أمة أخرجت للناس. نتكلم في كل حلقة عن شخصية عظيمة، ونتلمس من خلال قصة هذه الشخصية بعض العبر نستفيد منها في حياتنا. العبر سواء للرجال أو للنساء، للأزواج والزوجات، للأولاد والبنات، لكل الأسر وللمجتمع. نستفيد من هذه الشخصيات فهي قدوات، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدح. لو أردنا أن نتكلم عن الشخصيات فأعظم شخصية خلقها الله عز وجل، أعظم إنسان، أعظم الناس جميعا منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من؟ إنه بأبي هو وأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الرجل الذي خلقه الله عز وجل وصلى عليه وصلت الملائكة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبدأ أولى حلقاتنا بالصلاة على هذا النبي. كيف لا نصلي عليه والله عز وجل يصلي عليه؟ ليش ما نصلي عليه والملائكة تصلي عليه؟ ولد في عام الفيل، وعاش وترعرع، لم يسجد لصنم، لم يشرب خمرا، عفه الله عز وجل عن جميع المنكرات والمحرمات. وإن كانت البعثة لم تبدأ، كان يتعبد ربه في غار حراء حتى أنزل الله عز وجل عليه الوحي، فقام يبلغ دين ربه جل وعلا. أيها الناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يضرب، يخنق، يشتم، يعذب، ومع هذا لا يكل ولا يمل. يأتيه الملك يقول له دعني فلأطبق عليهم الأخشبين، جبلان يحيطان بمكة بأمر من ملك واحد، تمسح قريش ومن فيها. لكنه يقول لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، يضربونه، يشجون وجهه، يرمونه بالحجارة، يخنقونه، يرمون على ظهره سل الجزور، وهو يرفع يديه إلى السماء: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة زوجته، تقول: صلى في الليل وكان يقوم الليل طويلا، قم الليل إلا قليلا. كيف كان يتعبد ربه؟ يقوم الليل حتى تتشقق قدماه، هكذا كان قيام ليله. تقول عائشة: قام الليل فصلى فبكى حتى اخضلت لحيته، حتى تبللت لحيته. تقول: فبكى حتى بل حجره. تقول: فبكى حتى بل الأرض تحته، دموعه تتساقط على الأرض. من الذي غفر الله له ذنبه؟ تقول: فسجد، غرفة عائشة صغيرة، تقول: فسجد، تسمعه عائشة، تقول: فإذا به يقول في سجوده: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي. فأوحى الله إلى جبريل: يا جبريل اذهب إلى محمد وأخبره أنا سنرضيك في أمتك. كم كان يحب أمته، كم كان حريصا على أمته، ما من خير إلا دلهم عليه، وما من شر إلا حذرهم منه. كان يأتي إلى الصبيان الصغار، شوف عمره يمكن 60 سنة، قائد الأمة، أفضل نبي ورسول، يأتي إلى الصبيان فيسلم عليهم. يحمل الحسن والحسين يرقيان على ظهره فيطيل السجود،
لا يريد أن يزعجهما. أي رحمة في قلبه تلك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يوم من الأيام هذا النبي العظيم، النبي الذي جعله الله رحمة ليس فقط على أهل الإيمان بل على البشرية كلها. يقول أحد المستشرقين: قرأ سيرته، قرأ حياته، هو لم يؤمن، ولكن لما قرأ حياته وسيرته مستشرق، قال: لو كان محمد بيننا صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان يعيش بيننا، يقول لحل مشاكل الأرض مشارقها ومغاربها، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، كل مشاكل الأرض لحلها وهو يشرب فنجان قهوة. يعني هذا من؟ حبيبنا نبينا. يأتيه الرجل من الصحابة يبكي، يقول له النبي: ما الذي يبكيك؟ ليش تبكي؟ يقول: يا رسول الله، شوف الصحابة شلون يحبونه. يقول: يا رسول الله، كنت في البيت لوحدي ففكرت في الموت. بكيت عشان الموت؟ لا، قال: فكرت في الموت وعلمت أنه سيحول بيني وبينك، يعني يوم من الأيام راح أموت وما راح أشوفك. يقول: فبكيت. ترى هذا حب، هذا حب صادق، هذا حب ما هو كلام فاضي وكلام أشعار غزلية كاذبة، لا، هذا حب صادق. يقول: تذكرت الموت، دريت أن راح أفترق أنا وياك بالموت، أحبب من شئت فإنك مفارقه. يقول: فبكيت، وين راح أشوفك بعدين؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشره، قال: أبشر، فإن المرء مع من أحب. يعني في الجنة يكون المرء مع من أحب. ومن يطع الله والرسول، علامة الحب الطاعة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كان صلى الله عليه وآله وسلم عابدا لربه. يأتيه بلال مؤذنه، يقول: يا رسول الله، ليش تسوي هذا كله؟ يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني ليش كل هذا القيام والرجل تتشقق وطول القيام إلى الفجر؟ قال: فرد عليه النبي قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صدق الله غفر لي، لكن ما أشكر هذا الرب الذي غفر لي. هكذا الشكر بقيام الليل. كان يجوع صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أمته حتى يربط الحجر والحجرين على بطنه. كان حتى أنه لما أمره الله أن يخبر أمته أن عليكم 50 صلاة، فلا زال يكلم ربه ويراجع ربه مرة ومرتين وثلاث وعشر، حتى وصل 50 إلى 5، رحمة بهذه الأمة. حتى قال الله: لا يبدل القول لدي، هي 5 في العمل 50 في الميزان، كأنك صليت 50 صلاة. بعد هذا الحسنة ب10 أمثالها. بركة من؟ بشفاعة من؟ شفاعة حبيبك نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. تأتيه امرأة بعد أن انقطع الوحي حزن عليه الصلاة والسلام، حزن أن الوحي انقطع عنه، فجاءت امرأة خبيثة كافرة فاجرة تضحك على الرسول وهو مهموم أن جبريل انقطع عنه، وتقول له: ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، خلاص تركك الشيطان. تقصد من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. تقول: ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، يعني هجرك. فحزن، فأنزل الله من فوق 7 سماوات: والضحى قسم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. ما هجرك الرب وما تركك، ما ودعك ربك وما قلى.
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الرب عز وجل ما تركه ولن يتركه، ولسوف يرضى بأبيه وأمي. يستهزئ عليه الكافر لما مات آخر أولاده الذكور، يستهزئ عليه، بتر محمد بتر محمد، يعني انقطع نسله، فيدافع الرب عنه. إنا أعطيناك الكوثر لا تحزن يا محمد، لك نهر في الجنة فصل لربك وانحر إن شانئك مبغضك هو الأبتر. هو الأبتر. كم أحبه الصحابة. لما مات خيم الحزن على المدينة وأظلم فيها كل شيء، حتى قال عمر: من زعم أن محمدا مات ضربته بالسيف. ما مات. لما قام أبو بكر يهدئ الناس ويقرأ عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، بكى الصحابة وحزنوا. تقول فاطمة بعد أن دفن الزهراء رضي الله عنها، تقول: كيف طاوعتكم قلوبكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله. أظلمت المدينة بعد موت أحب الخلق إلى الله جل وعلا. إنها الشخصية الأولى وهي أعظم شخصية. في الحلقة القادمة نتكلم عن شخصية أيضا عظيمة في هذه الأمة. إنه صاحب النبي، صاحبه في الهجرة، زوج النبي ابنته. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل الذي أنزل الله في آيات في القرآن؟ من هذا الرجل الذي أمر النبي الناس أن يصلي بهم قبل وفاته؟ مروه فليصلي بالناس. من هذه الشخصية ومن هذا الصحابي الجليل؟ هو موضوع حديثنا في الحلقة القادمة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.